لقد زرت الرياض قبل عدة أشهر والتقيت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووعدني ببذل وسعه للسعي لإزالة العقوبات عن سوريا، ورأيت في عينيه وعيون شعبه حبه الكبير لسوريا ونظرة ثاقبة لمستقبلها الاقتصادي. ثم زرت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وقف مع الشعب السوري وتحمل ودولته الكثير خلال 14 عاما، استضاف بها ملايين السوريين مع كل ما تحمله من أعباء. رأيت أيضا الحب والود والفرح والاستعداد التام لأن تقف سوريا على أقدامها. ثم زارني وزرت الشيخ تميم بن حمد الذي صبر مع الشعب السوري بموقف يسجله التاريخ، ومنذ لحظة التحرير وهو يقف بجوارنا. ثم زرت الشيخ محمد بن زايد الذي سارع بفتح أبواب الإمارات العربية المتحدة لإخوانه السوريين، وأبدى استعداده التام لفعل كل ما يلزم لتنهض سوريا من جديد. وقد كان أول من بارك لنا الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، وكذلك أشقائنا في الكويت وسلطنة عمان. ولا أنسى ملك الأردن عبد الله بن الحسين وترحيبه الحار وموقف المملكة بالقضايا الساخنة، وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر الذي رأيت حرصه على نهضة سوريا واستقرارها وإعمارها.